أعلنت اليوتيوبر سارة أبو جاد وضع حملها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. تقاسم سارة صورها من داخل غرفة الولادة، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بنوتة جديدة البارحة، اللهم اجعلها قرة أعين لنا وبارك لنا فيها وارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. وتابعت قائلة: شكر كبير لأخواتي اللي ما غنوفيلهمش حقهم، طبيباتي وأخواتي الدكتورة كريمة والدكتورة مريم اللي ولدوني وخلاوني نكون مرتاحة وهما معايا، هذه بوحدها نعمة من نعم الله، ودوزوا لي أحسن ولادة الحمد لله، شكرا لهم بزاف والله يخليهم ليا. شكرا كبير للطبيبة الحنينة لمياء التدموري بمدينة فاس من خيارة الأطباء وأكفائهم، وشكرا لعائلتي ماما وبابا وزوجي وخوتي ولدي قصي اللي هما سندي في هذه الحياة. مباشرة عقبها انهالت التهاني والتبريكات على سارة أبو جاد من قبل أصدقائها ومتابعيها عبر تطبيق الإنستغرام. يذكر أن سارة أبو جاد كانت قد أعلنت أنها ستخضع لعملية قيصرية، وعلى أنها لن تتمكن من الولادة طبيعيا بسبب ظروف صحية لم تكشف طبيعتها.